النهاردة أنا جايب كمية شيبسي منتجات مصرية. نجرب مع بعض المنتجات المصرية سوا. أول واحد ده شيبسي بالجبنة، ده جديد، تي لايت، اسمه تي لايت. هنجرب مع بعض. ده أول يوم أشوفه النهاردة بصراحة. بطاطس شيبسي عادية، المهم الطعم بقى. لا، طعمه جبنة رومي تمام. طبعا ممكن اقعد اجرب كده لغايه ما اكل الكيس كله. ب5 جنيه طبعا. نخش على اللي بعده. نايس شيبسي، نايس شيبسي جبنه مشطشطه. ونجرب مع بعض. كيس كبير بس الكميه تحت كده. جبنه مشطشطه. هي الشطه اكتر وبتوجع في الزور. جبنه مشطشطه بس الشطه مغطيه على طعم جبنه، مفيش فيها جبنه خالص. نخش على اللي بعده. اكسترانو شيبسي بطعم الطماطم. يلا نجرب. ده كشيبسي ومضلع كده، شكلها محترمة شوية وطعمها طماطم تمام برضو حلوة. نخش على اللي بعده. تايجر، تايجر بالكباب. طبعا تايجر معروف. هنجرب مع بعض. الكيس هبطان شوية كده. برضو التايجر مسمع شوية. هو لولا ان هو شيبسي انا اقول عليه ان هو كباب، لان حتى الدخان بتاعت الكباب طالعة منه. بجد طعمه تحفة. خش على اللي بعده. فوكس، فوكس بالجبنة. هندوق. جبنة متبلة. هو حلو بس بصراحة التايجر الكباب مغطي على طعم اللي أكله بعد كده. هو طعمه جبنة بس التايجر مغير الطعم. بس حلو برضه. فوكس. خش على اللي بعده. لون اكستراري، فراخ شواية مولعة. هنجرب الفراخ المولعة ده نشوف. عادي. طبعا أول ما لمستها الشطة باينة فيها. الشطة لما تكون كتير بتغير الطعم أصلا، بس إذا كان فراخ لحمة جبنة الشطة زيادة بتضيع الطعم. بس هو يمكن يدي على فراخ شوية، بس فراخ مولعة. هو طعم، بس كنا نقول مثلا شطة، توابل. الفراخ مفيش طعم فراخ. نخش على اللي بعده. هي لايت بالكباب. هنجرب برضه نشوفه زي تايجر ولا الكباب طعمه ايه عنده.
لا مش حلو قد كده بصراحة، يمكن الناس تعجبهم. لا مفيش فيه ريحة الكباب او الدخان اللي كنت بتكلم عليه. هو كله تمام طبعا، كل الشيبس اللي انا جربته تمام، بس بصراحة تايجر هو احسنهم شوية، يعني نقول تايجر رقم واحد. وبرضه اللي هو تي لايت ده جميل برضه، بس الطعم مش قد كده. يبقى اللي كسب معانا تايجر.